لقاء مع الفنانة نورهان عبد العزيز اتكلمت عن مشاركتها في العرض المسرحي حب من طرف حامد. أنا اسمي نورهان عبد العزيز. اترشحت لمسرحية حب من طرف حامد من خلال أستاذ خالد محروس. وطبعا مع البروفات وكده حسيت ان انا بجد بطلع احسن ما عندي يعني، والدور كان كويس جدا. دوري في مسرحية حب من طرف حامد، دوري نعمات الممرضة. دور خفيف ولذيذ وكده، ان شاء الله يعجبكم. وبجد من اول اسبوع عرض انا بشوف رياكشن الناس وكلامهم عن الدور وكده، دي حاجة بتفرحني قوي قوي قوي. دي من احسن التجارب، اول حاجه اللي انا مثلت فيها مسرح يعني، ودي تاني تجربه ليا مسرح. بس بالنسبه لي كنت عايزه يعني، انا بحس ان الممثل الحقيقي لما يقف على مسرح ويمثل مسرح خلاص كل حاجه بالنسبه له بتكون سهل. فانا لما اول مره عملت التجربه دي وتاني مره وكده حبيت الموضوع قوي قوي. عايزه اقولك الاول انا كنت خايفه جدا جدا، وحتى اول يوم ويمكن كلنا كمان كنا خايفين انه الاقبال ما يكونش احسن حاجه وكده، بس الحمد لله الحمد لله المسرحيه عجبت ناس كتير قوي. وبقيت ملاحظه انه فعلا لما تتعمل حاجه كويسه الاقبال هيبقى اكتر، مش ان هو اقبال على المسرح وخلاص، لا لما حاجه كويسه فعلا تتعمل هيبقى في اقبال كبير قوي قوي. انا كنت اترشحت لفيلم 16 اخراج استاذ سامح علاء. الفيلم ده من بطولتي انا ولد اسمه سيف. هو كان بيحكي اسمه 16 عشان بيحكي عن اعمارنا. الفيلم ده انا اترشحت ليه قبلها بيومين، وفي اليومين دول بجد استاذ سامح يعني اشتغل معايا باقصى جهد ان انا يوم التصوير خلاص كل حاجه تكون جاهزه، لانه الفيلم كمان في اخره بيتكلم عن انه انا بتوفى، فهم جايبين كل لحظه بالظبط، كل لحظه في الموضوع ده. فانا اشتغلت جدا ان وشي يكون كمان اصفر وباهت ومش ميك اب خالص، فلا اشتغلنا عليه جامد قوي.